خرج لاعب الاسيوطي دودو الجباس، وانا اسف طبعا ان احنا هنتكلم عن لاعب اسمه دودو. دودو الجباس قال ايه؟ قال ان الاهلي خد الدوري السنه اللي فاتت بعد تدخلات خارجيه، وان احنا لما رحنا للمحكمه كنا بنتمنى ان المحكمه تنصفنا لكن ما انصفتناش، واحنا بنعتبر نفسنا احنا بطل الدوري الحقيقي يعني للعام الماضي. طبعا تولى بقى استلموا بعد الكلام ده هو الصحفي الكبير المحترم الاستاذ محمد شبانه، وقال ايه؟ قال دودو الجباس عنده 38 سنه بيلعب في بيراميدز باخر 3 سنين تقريبا ما بيلعبش، بيقبض فقط، فمبسوط جدا بالجو ده. واحد بيقبض ملايين وبياكل ايس كريم في جليم. بيقول لك في تدخلات خارجيه غيرت هويه الدوري، بطل الدوري الموسم الماضي، وقال لك كنا مستنيين حكم المحكمه الرياضيه لصالحنا واحنا ابطال الدوري حقيقي لكن خسرنا بفعل فعل. طب ما انت رحت، بيقول له بقى استاذ محمد شباب، طب ما انت رحت المحكمه يا ابني بنفسك وخدت معاك الزمالك وخدت معاك شهود الزور. بين قوسين يا استاذ محمد لو حضرتك ما قلتهاش، بين قوسين انا اقولها، شهود الزور دول رئيس لجنه لا لحسن حد يحاسبني، نقول صديق نيدو، صديق نيدو، اول حرف من اسمه طه وتاني حرف يعني مش عارف اقول ايه، طه وايه مش عارف، طه وظه وعين وغين. المهم خدت معاك شهود الزور عشان تشكك في فوز الاهلي باللقب. يا ابني انت خسرت الدوري في الملعب والاهلي انسحب بمزاجه بكيفه، يعني مالكش في القصه، انت عملت القصه اللي انت عمال تتمحك فيها. اللائحه بتقول 3 نقط وانت عايزهم 6 نقط عشان تداري على خيبتك. يا ابني الاهلي كسبان الدوري في الملعب واحتفل في الملعب. عشان نخلص من اللبانه دي، انت رحت المحكمه وقالت لك الاهلي البطل بجهده وعرقه والموضوع اتقفل ضبه ومفتاح. دايما بقول التصريحات اللي زي دي، هو استاذ محمد شبانه بيقول كده، اللي شايف نفسه اختفى وعايز الناس تتكلم عنه، اسمعوا بقى الحته اللي جايه دي، يتشعبط في الكبير. بيراميدز بيعمل كده، بيتشعبط في الاهلي. عمرك شفت بيراميدز بيتخانق مع الزمالك على اي حاجه في ماتش، على بطوله، على لقب، على اي حاجه؟ ده حتى هيلعبوا البيراميدز والزمالك هيلعبوا بعض في الدور الثاني مرحله التتويج وما طلبوش حكام اجانب، وفي نهايه الموسم واحد يقول لك انا بطل الدوري الحقيقي والثاني يقول لك انا بطل القرن الحقيقي، وهم في الحقيقه هم الاثنين كومبارسات للاهلي. بلسان الاستاذ محمد شبانه، اصبت يا استاذ شبانه.